انا كنت ممكن نفضل ماشيين بالعربيه ونروح هناك وننزل قعده شويه عادي، والبيت اهو العربيه. طب ماشي، ما احنا في العربيه عشان بقول لك هنروح نقعد كذا ونقعد صدقني الكلام. لا بص، انت قلت لي ايه؟ عشان بس ايه، عشان انت قلت لي هكلمه بس تعالي نقعد في البيت. لما قلت لك لا، قلت لي خلاص هكلمه. يعني انت تمام، انا ماشي على اساس انك هتكلمه. بنتكلم بتقولي ايه؟ حكي له ايه؟ بتقولي لما بقول باجي ابو العاط في فندق والحكايه والله صح؟ انت مستني ناديه بيت هنا 4 دولار، انت مستني ناديه بيت تاني في الالف هنا، قلت اقول لك اقسم بالله قلت لو هو يافي لو عجبك تيجي تقعد يومين 3 دول ده اللي يجيب بالك. لازم تقولي لا لا انت مش حاجات صغيره، مش حاجات صغيره بس. انت مش لما احنا طلعنا قلت لي خلاص انا هكلم المدير صح؟ مش حصل منك؟ وقلت لي لو دخلت المدرسه هقلبها له. وانا لما لقيته خايف منك وهو بيكلمك، لا كان خايف، هو كان خايف، فقلت لك تمام خلاص كلمه احسن. ما يعني انا مش هينفع الالتماس ومش هينفع نمضي وكده، خلاص كلمه في التليفون واتفقنا. وقلت لي تمام. مش حصل. هو ده اللي مزعلني، ان انا لما ما رضيتش اروح انت ما رضيتش تكلمه. والله العظيم كلمته؟ قلت له ايه؟ امال هو ليه ما سمعش؟ يا بنتي مفيش حاجه اسمها ملحق يعني يدخلها شهر 7. هو نادى على اسمها ان هي رايحه شهر 7. البنت دي دخلت نص الاولاني ونجحت. تمام؟ الحمد لله. نص الثاني تخش غصب اي حد. ما هتدخل بس هو عايز. هو مش حكايه ركن، هو قال لي ما تجيبهاش في 5 هاتيها في 7 على طول. بعد كده قال لي حتى لو جبتيها في 5 برضه مش هتيجي في 7 عشان ده ملاحق. فانا كل اللي كنت طالباه منك بدل مش هنعمل الالتماس يبقى تكلمه تقول له ان هو يعدلها تقييمات بس. صعبه دي؟ ما حضرش امتحان شهور؟ انا امتحان امتحان شهرين؟ لا ما بنجيش امتحانات شهور. انا ما قصرتش حاجه كنت بفكر ان انا اسوي التقييم بالله عليك عايز ابص لا مش نفسك ولا الترتيب عليا الذنب اللي انت حلو مش اللي فيه ولا تعمل معاك ايه؟ اسطنبول ها؟ انت زعلان من اللي بتقول او انت؟ طب انت هكلمه ليه؟ ايه؟ يمكن تكون واحد جاي. طب هتخلص امتى؟ هنا. ليه على النار؟ ها؟ خلاص هتاخد معايا ولا هنقعد برضه ده وقت؟ اخرج معاك فين بره؟ ما قلت له خلاص انت اخرج معاك بره هنا يعني ولا اخرج فين؟ لا قلت له خلاص انت ليه؟ اخرج فين؟ نروح نقعد هناك في البيت؟ طب هتخلص امتى؟ احنا ممكن نقعد ساعتين هناك نقعد هناك ساعتين وترجع تاني؟ وبعدين تكلم استاذ مجدي؟ ولا لا؟ يعني حلو جدا نتكلم عن الموت. خلاص هطلع اكلم اختي واشوفهم فين وهيعملوا ايه واجي تاني. هتصرف. انت هتيجي امتى تاني؟ هاجي يوم 16 اللي هو يوم السبت. ما تخليها تاخد بنت وتمشي. وبعدين؟ تمشي في اخر النهار. تقعد فين لحد اخر النهار؟ مفيش دعوه خلص معاها وتعالي هنا الساعه 1 2 نطلع نقعد ساعتين ولا اوصلك المحطه؟ في البيت برضه. هو انت تعالي هنا مثلا معاك امسك ايدك ولا طب بص عشان بس يعني ريح قلبي كده زي ما انا برد عليك بكلمك واضحه، خليك واضح معايا. انا لو جيت معاك يعني لو جيت لك الساعه 1 ورحنا البيت هتكلم مجدي وخلص لي الدنيا بتاعت البيت؟ بالله عليك يعني انا اشوف الحلاوه دي والحنيه اللي دي ما مش حلوه. طب انت خلينا كده لما تبقى الحلاوه دي رد عليها. طب هطلع اكلمه يعني كمان ده كله بيبقى معايا باذن الله ما عملتش عشان مستحيل. طب انت مش حاسس انت تستاهل؟ هطلع اكلمه؟ هتصرف هتعامل هقول لها هي مثلا يقعدوا في اي مكان؟ لا خليهم يمشوا يروحوا؟ عشان تقعد معايا بس لو جيت معاك هتكلم مجدي. هتكلم المدير. هتكلم مجدي قدامك واكلمه واظبط لك الدنيا. خلاص ماشي بس دي مساومه خلي بالك برضه.